وده يوم في حياة عندها طفل اسمه زين، عمره 2.5 سنين وعايشة مع مامتها في نفس البيت. وده فلوج الخميس 30/4/2026. يومنا النهاردة طويل جدا وكمان مليان تفاصيل هتعجبكم قوي. صحيت انا وزين من النوم الساعة 6 الصبح ومش عارفين ننام تاني، فقررنا ناخد اليوم من اوله كده، وزي ما بيقولوا ساعة البدرية منسية. جهزت له الهدوم اللي هينزل بيها ولبسته، واحنا نازلين قابلنا بابا على السلم. فزين بيحب قوي ان هو ينزل يشرب عصير قصب مع بابا، وبالفعل قد كان بابا خده وجاب له القصب اللي هو عايزه. وعدينا على المخبز كده، ريحة المخبوزات على الصبح بجد حلوة تخليكم مش عايزين تمشوا من المكان نفسه. جبنا شوية حاجات كده ننقنق فيها على الفطار، وكمان حاجات لزين ياخدها معاه الحضانة. طلعنا عند ماما وفطرنا الحمد لله، وزين قعد يلعب بالارنوب الترندي ده، اختي كانت جايبهوله. واول ما الساعه جت 8 وماما نازله الشغل اخدت زين معاها عدته على الحضانه. بعدين طلعت شقتي بعد ما اطمنت ان زين وصل بالسلامه. ضلمت بقى الستاير بتاعه الاوضه ونمت لي ساعتين وصحيت علشان كنت واخده قرار ان انا هعمل النهارده تنظيف عميق للريسبشن. اول حاجه عملتها طبعا فتحت الستاير، نفضت الشبابيك، شغلت صوره البقره، وبدات ان انا اغير البيضات بتاعه الركنه. وحاسه ان البيضات اللي لونها جراي دي مش حلوه خالص، حاسه ان البيج شكلها احلى بكتير. عارفين انتوا لما تنزلوا تشتروا حاجه وتبقى عاجباكم قوي وهي في المحل، ولكن لما تروحوا البيت تقولوا ايه القرف اللي انا جبته ده؟ انا والكفرات بتاعه الركنه او البيضات بتاعه الركنه الجراي كده بالظبط، مش متقبله الشكل بتاعها نهائي، وحاسه ان البيج احلى بكتير قوي. مديه اضاءه للمكان ومخليه الركنه شكلها احلى بكتير. بعدين جبت الملمع بتاع الازاز وبدات ان انا المع المكتبه بتاعه التلفزيون وكمان السفره، ولاني دور اخير فطول الوقت حاسه ان مهما نضف ومهما لمع، لا حاسه برضو ان لسه في تراب موجود في المكان. خلصت تلميع ورجعت كل مفرش مكانه، والمفرش المكرميه ده كنت برضو جايباه من النزهه الجديده، وان شاء الله قريب قوي هتلاقوني نزلت لكم فلوج كامل هناك، لاني محتاجه اشتري شويه حاجات واعمل شويه تجديدات في البيت علشان عيد الاضحى. كل سنه وانتم طيبين. كنست الريسبشن كنسه محترمه، وبعد كده بقى جبت الموج التحفه بتاعتي دي وبرضو جايباها من النزهه الجديده، وسعرها كان 200 جنيه بس، وحرفيا حلوه قوي، عمليه قوي، بتمسح اي مكان وبتلف معاكم زي ما انتوا عايزين. بعمل بيها تحت الركنه وتحت السفره، ورا التلاجة وتحت التلاجة، كل مكان حرفيا بتخليهولي بيلمع. واخيرا الحمد لله خلصت الريسبشن، سبته اتهوى وبعدين بقى فرشته، طفيت الانوار كلها مع صوت القران، راحه كده نفسيه رهيبه بجد. قعدت ارتحت شويه وبعدين عديت على اوضه اوضه انا كنت عامله لهم تنظيف عميقه من اول الاسبوع، فالشغل كان فيهم قليل خالص، يدوب بس عدلت السرير، لمعت من على الوش وبس. على كده صاحيه النهارده تعبانه ومقرره ان انا مش هعمل غدا، لان ما عنديش افكار وما عنديش طاقه ان انا افضل واقفه اعمل غدا. فطلبت اكلي المفضل من مطعمي المفضل، والمكان ده مشهور وانتوا هتعرفوه بنفسكم دلوقتي. بصراحه